نجوم دوري الكالتشو الإيطالي لا يعرفون فقط لعب كرة القدم وتسجيل الأهداف، بل يجيدون أمورا أخرى مثل التجارة والاستثمار. فبمدينة ميلانو افتتح لاعبي الميلان جاتوزو وأبياتي منذ سنوات مطعما أطلق عليه اسم تريجولي بمنطقة سيمبينو الشهيرة، ليقصده ليس فقط محبي الميلان بل حتى الراغبين في تذوق أطباق خاصة من السمك المعد بطريقة الجنوب الإيطالي. لعب كرة القدم لن يستمر طويلا، لهذا دخل جاتوزو وأبياتي مجال الاستثمار في هذا القطاع منذ سنة 2005 والمردود جيد. سيدورف هو الآخر، افتتح مطعما يابانيا فريدا بمنطقة راقية بميلانو أطلق عليه اسم فينجرز ليجلب إليه أحد أشهر الطباخين في العالم وليقصده زبائن من أغنياء ميلانو لتذوق أطباق يابانية معدة بعناية وبطريقة خاصة. الناس يأتون إلى محلنا من أجل طعامنا الجيد ومن أجل الأجواء وحتى من أجل سيدورف والميلان. ليس فقط نجوم الميلان الذين دخلوا مجال الاستثمار في المطاعم الفخمة بوسط ميلانو، بل حتى نظراءهم بالغريم الانتر مثل خابير زانيتي الذي فتح مطعما بوسط ميلانو على الطريقة الأرجنتينية أطلق عليه اسم الجاوتشو. الجاوتشو ليس فقط مطعم يعد أطباق اللحم المشوي الأرجنتيني، بل هو كذلك مجال يصنع النوستالجيا الأرجنتينية ويقصده الزبائن للتذوق وللحديث عن الأرجنتين وعن الإنتر وكابتنها خابير زانيتي. غالبية من يأتون إلى الجاوتشو يرغبون في طبق خاص من اللحم المعد بالطريقة الأرجنتينية، لكن هذا لا يمنع من القول إن هناك من يثيره الفضول لمعرفة مطعم خافير زانيتي أو ربما اللقاء به شخصيا. إنتريستا أو ميلانيستا أو حتى يوفنتينو، فالعلاقة مع هذه المحلات تبدأ بحب الفضول لتتحول بعد ذلك إلى حب الأجواء والأطباق المميزة. عبد المجيد السباوي، الجزيرة الرياضية، ميلانو. عدد